اكتشفت قضية 400 et quelques مليون ذيك مسروقة من صيدلية لوبيتال ناسيونال. وهذا كامل هذه السنة هذا الشهر الماضي كاع ذيك خارجة فم جماعة تقريبا يم لا تعود 13 رجاج عنها هي المتهم، والهواك زايد على السنتين رازن في صيدلية الطب ولا قد طفطان لها ما ونهارهم ماضي. ويسرقوها كانوا بكل وقاحة وما عندهم ان سيستم فم يشتغلوا عليه، ودائما يقبوه ويبلوكوه بحجة عن ريزو مقطوع وعن السيستم خاسر، ياك يتموا يوخوا الدواء ويبيعوه انوار ويقبضوا ضغط ويديروهم في البنان وتوف. وقصتهم ذي يلار كلها لين تقيس لوبيتال تسوي بلانتون لأي حد ترد عليك القصة بآخر حد ما هو عالم بها. وقضية الصلوتات ذيك خلقت لا تعود تقريبا 2-3 سنين قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة. ذيك شي زايد على 80 وتر انسرقت من وزارة الصحة، غير وزارة الصحة بريئة منها. هي فم جات لجنة فيها مستشار في رئاسة الجمهورية وفيها مستشار الوزير الأول، وجاوبهم للوزارة عنهم جايين من عند بريماتير، وجاوبهم عنهم يدوروا يعرفوا الوتات اللي عند وزارة الصحة شنو هي، ومشاو شغل لمين العامل وزارة الصحة. وذاك اللي خلقوا ما خلق أسبوعين سابق الحملة مشات شي 80 وتر من وزارة الصحة. يا ولين جا وزير الصحة الحالي فتح فيها تحقيق ولا نعرف ذاك اللي خلق شنو هو. يا كان فيها رؤوس كبار ما قد يكون ذاك التحقيق ينقفر جاته أوامر عن ينقفر ذاك التحقيق. والله تمت مغالطة بينهم وقالوا فمشي مغالطة فيها، قالوا عن هذا اللاوتات ما تلاو نافعين وعنهم وعن الدولة تبيعهم دائما. وإذا بالفعل حق أي يخلق غير ما هو اللي خلق الدولة. أنت تبيع الوتات عنده تعود تابع لوزارة المالية وعنده لجنة يلتشرف على ذاك ويعلن عنها وينباعوا في مزاد علني، وإذا ما هو اللي خلق. والوتات اللي قبل لا وتات زينات كاملين ومشاو بعد قطعا مشاو مشاو قطعا ودخلوا ظلمة ولا فاتوا راجعوا لوزارة الصحة إلى حد الساعة وشي 80 والدولة عالمة به، والوزير الأول نورمال ما يعود إلا عالم به لهذا في جماعات قطعا قلت لك فيها مستشار في رئاسة الجمهورية وفيها مستشار في رئاسة الوزراء، وهذا اللي يدل عنها هي جماعة كبيرة وعنها تقاسمت الوتات لهم وتشوف ورواية وفاتهم قفلت راقوا يعدلوا فمي لو دور كيفش فداء بداية التحقيق. غير ذا هو عظام لنا عن شيف سيرفيس ساكن اللي مسؤول عن البارك وكل أيام ما هو قاعد في موريتان في الراحة، عنده راحة ولو شهر قاعد ما هو في موريتان. والمدير التابع له ماتريل وكل أيام ملي طاهم لنا زاد هو عنه شور مستشفى سيدي بابل وفيه 15 يوم ولا 20 يوم متكابد معاه بين الدولة الياسر مقافزته دوري كانوا يوفى بالعجلة والمدير المساعد ما جبروا له شيء، جبروا له عن الأمين العام مشالوا عنه يمشيلوا لائحة الوتات اللي عندهم كاملة والإتال اللي هي فيه وقبضوا ومشالوا توه عدل عمله جاوب توه الرسالة اللي عنده وتوه نعرف عنها اختلاس بين وواضح. والدولة عالمة به حتى ما نعرف على كل حال غير ايش لا هي يخلق لا هي يخلق اللي خلق من الاختلاسات يوميا يظهر ولا يجي حد تفتيش لاي اداره ما اجبر فيها من الاختلاس ماتوا الواقع هم اللي ذوك واضح مكشوف. غير ما لا يعاقب حد ولا لا يسمع خلق على الترقيات.